بعد الاحداث اللي حصلت خلال ال 72 ساعه اللي فاتوا لحد الوقت اللي انا بتكلم فيه ده، الناس اصبحت مش عارفه الامور هتدار بشكل عامل ازاي. هل المباراه تتلعب في ميعادها بعد انسحاب نادي الزمالك، ولا هل البطوله هيتم احتسابها للنادي الاهلي والمباراه مش هتتلعب، ولا هل في اي حيثيات تانية؟ طيب اللي انا عايز اقوله لك ان لحد دلوقتي لحد وقتنا هذا نادي الزمالك ما طلعش بيان رسمي خاطب بيه اتحاد الكوره يفيد ان هو بينسحب من المباراه بشكل رسمي، لان ده لو حصل اتحاد الكوره هياخد الاجراءات اللي بعد كده. الاجراءات اللي بعد كده ان هو يخطر نادي بيراميدز لكون ان هو وصيف الدوري السنه اللي فاتت، يروح يسافر يلعب مباراه السوبر ضد النادي الاهلي. طب لو بيراميدز اعتذر لكون ان هو لسه كان في جنوب افريقيا امبارح او اول امبارح وطلع من الكونفدراليه وخسر كاس الرابطه، فيقول لك بقى 3 خبطات ورا بعض هتبقى الموضوع صعب وممكن يعتذر، هيتم استدعاء نادي طلائع الجيش عشان يشارك في المباراة بتاعة السوبر ضد النادي الاهلي. وجهة نظري ان قرار نادي الزمالك هو قرار منطقي جدا ورد فعل طبيعي لاي مسؤول عايز يحافظ على شخصية وهيبة الكيان والمنظومة الكبيرة اللي بيمثلها قاعدة كبيرة من الجمهور. مش عايز اقول ان في عدم احترام لان هي كلمة كبيرة وكلمة رخمة، لكن تحس ان في عدم تقدير شوية من جانب المسؤولين تجاه نادي الزمالك، او في تحايل كده سواء من اتحاد الكوره اللي هو المسؤول الاول عن المنظومه الرياضيه بشكل عام في مصر، او حتى اللجنه التاديبيه المسؤوله عن اصدار قرار العقوبات بالنسبه للعيبه. انت بتتكلم على قرار عقوبه بقاله 3 شهور، انت متخيل بقالك 3 شهور مش عارف تاخد قرار في عقوبه لعيب، او انت خدت القرار لكن مش قادر ان انت تطبقه. فده بيدل على ضعف شخصيه المسؤولين في مصر عن الامور اللي بتدار بالشكل ده، وبيدل ان انت راجل شغال من غير سيستم، ما عندكش لائحه بتطبق. انت لو شغال صح هتطبق الكلام بتاعك ده من غير ما تعمل حساب لحد. ليه؟ لان اللائحه بتطبق على الكبير قبل الصغير بما فيهم الاهلي والزمالك. لان النهارده انت مشكلتك لا هي مشكله كهربا، ولا حتى هي مشكله الزمالك، ولا هي مشكله النادي الاهلي، هي مشكله الناس اللي بتطبق القرارات، خصوصا ان انت طبقت القرارات المماثله في الامور اللي شبه كده قبل كده مع امام عاشور ومع شيكابالا ومع غيرهم من اللعيبه. طب انت النهارده الاهلي والزمالك هنقعد بقى هي جمعيه، هقعد بقى حايل ده شويه وراضي ده شويه وجامل ده شويه، وبعد كده ده يزعل اروح رايح مطبطب على ده ومجامله شويه؟ ما هو هي الامور يا جماعه مش هتدار كده، يعني الامور مش هتدار كده.